السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتي قناة يسرا شانيل. اليوم غادي نشارك معكم دجاج محمر. بالنسبه لي شحال ما حطيت معكم شي فيديو، مده طويله ما حطيت معكم شي فيديو. اليوم قلت نشارك معكم طريقتي في التحمير ديال الدجاج، ونتمنى تكونوا على خير وبخير. المهم اذا شفتوا الفيديو ديالي ما تنساوش تدعموني بلايكات والبارطاج، وشكرا. خليكم مع المقادير. بالنسبه للدجاج عندي هنايا 3 ديال الدجاجات كبارين، عندي معلقه كبيره ديال الملحه، ومعلقه كبيره ديال السكينجبير، معلقه كبيره ديال الابزار فلفل الاسود، ومعلقه صغيره ديال الكركم. عندي هنايا 2 ليمونات، ليمون مصير. بالنسبه لليمون انا عندي ليمون صغير، داكشي علاش مال 2 ليمونات. اذا كان عندكم ليمون كبير فيمكنكم تكتفيو غير بليمونه واحده. وهنا عندي 3 ديال الريوز ديال الثومه، وكاس كبير ديال الزيت. عندي هنا قزبر ومعدنوس، عاد غادي نطحنو مع الثومه في الهشوار ولا دقوا في المهرس اللي بغيتو. وديك الساعات كنشارك معكم الطريقه كيفاش كنتشرملو. وعندي هنايا معلقه كبيره عامره ديال السمن. المهم بالنسبه للمقادير يمكنكم نتوما اذا ما كتعجبكمش العطريه بزاف تنقصوا. المهم هما صراحه باش يجيو لذاذين خصهم العطريه. بالنسبه لضماد البنه ولا الكنور انا ما عملتوش، في امكانكم نتوما تعملوه. المهم انا دابا طحنت هنايا الربيع، عندي القزبر ومعدنوس مع ديك الثومه اللي وريتكم. غادي نعمل الطنجره اللي غنشرمل فيها، وغنزيد العطريه. بالنسبه للعطريه كيسبق لي قلت لكم عندي هنايا معلق كبارين ديال الملحه والسكينجبير والابزار، وبالنسبه للكركم عملت معلقه صغيره. السمن، الليمون مصير، كاس كبير ديال الزيت. بالنسبه اليوم معنا سهيله هي اللي كتصورني، ساعه كنحط التليفون كنصور. اليوم قالت لي غادي نصورك حتى نخلط هاد السلام عليكم المشاهدين، كاملين لاباس عليكم؟ كنتمنى تشجعوا صديقه ديالي كتستاهل الدعم، تبارك الله عليها. كنتمنى ديروا لها لايك واشتراك اذا جات على خاطركم. الله يرحم الوالدين. شكرا. شكرا. المهم دابا غادي نبدا نشرمل الدجاج. عندي دجاج كبير، غنحاول ملي غنبدا نشرملو ونخشف لهم التشرميله. من بعد غادي نتقب الصدرات مزيان باش ندخل فيهم التشرميله تدخل فيهم. بالنسبه للدجاج غادي نبيتو متشرمل، حيت شريته بالليل غسلته قطرته مزيان. دابا غادي نتشرملو بالليل، وداكشي علاش ما عملتش البصله غنخليها حتى الغدا في الصباح ملي غادي نكون غنطيبهم باش يوجدوا هذا ان شاء الله للغدا. عاد غادي نعمل البصله، غادي نحك ولا بغيتو طحنوها وبعد منا كنقطعها، يعني كنقسم انا البصله كنعملها محكوكه ومقطعه. وداك الشيء علاش ما شاركتش معكم بصله. دابا غنخليها حتى المرحله اللي غنكون غنطيب عاد نشارك معكم بصله. ولكن الا كنتو غادي طيبوا الدجاج مباشره وما غاديش تبيتوهم متشرملين يمكنكم تعملوا بصله مع التشرميله. بالنسبه للدجاج الاخرين تكت فيهم الجهه اللي تكت فيها الموس، مثلهم غير واحد تقيبات هيدا صغارين باش تدخل لي فيهم التشرميله، حيت عندي دجاج كبير والصدر ديالهم كتكون كبيره، خصها تدخل فيها التشرميله، ماشي بحال الدجاج الصغير دغيا كتدخل فيه التشرميله. من بعد ما تشرملت الدجاج ليله كامله وهما داخله فيهم التشرميله ديالهم، دابا غادي نضيف البصله اللي حكيتها. عندي هنايا 4 ديال البصلات كبارين محكوكين، غادي نوزعهم على 3 ديال الدجاجات وغنحاول ندخل ديك البصله في وسط من الدجاج. ومن بعد غنعملهم يتشحروا. بعد ما يتشحروا غادي نضيف بصل اخر يعني اللي مقطع. واخا عملت معكم من قبل البصله محكوكه، دابا ضفت البصله مقطعه باش كتجينا التغميره ثقيله وعقده. غادي نمرق الدجاج، غنزيد له شويه ديال الماء.
المهم دابا غادي نغطي الطنجره باش يطيبوا الدجاج، مره نبقى نقلب فيهم باش يطيبوا من الجهات كاملين. ملي غادي يوجدوا ان شاء الله نشارك معكم الطبق ديال التقديم. من بعد ما طاب الدجاج حيدته من المرقه، خليت التغميره كتشحر مزيان، دهنت الدجاج بالسمن ودخلته يطيب في الفران من التحت والفوق. كاين اللي كيفضل يقليه، انا كنفضل نحمر الدجاج في الفران كيجي حسن. ودابا غادي نغرف ونقدم معكم الطبق ان شاء الله. كان هذا هو الشكل النهائي ديال الدجاج محمر بالتغميره، زينته بالقليل من الليمون والسيار والزيتون، كيجي رائع ولذيذ. ممكن تحضروا لضيافك ولا تحضروا في الغداء ولا العشاء. المهم نتمنى الفيديو ديال اليوم يكون نال الاعجاب ديالكم، وشكرا لحسن المتابعه. ان شاء الله نتلاقاو مع فيديو اخر.